تدري يا جماعة، بعد تفحيص وتمحيص، بعد خروج ضرس العقل حقي مع الدينامو الفحمة، إيش صار؟ جاتني أفكار غريبة، ما أدري أفكار غريبة أو واقعية. يعني كل حاجة يصير في الكرة الأرضية غير طبيعي بالبشرية. كيف إنسان ممكن إنه يشوف إنسان يموت؟ أوكي، فالشر هنا كارما. تحس الشر الموجود في القلوب كارما غير طبيعية، ذرات تتبع البشرية. إذا قابيل قتل هابيل، نحن الآن أحفاد القاتل، كلنا مختلف الجنسيات والأصناف والأشكال، كلنا أولاد قاتل، أحفاد قاتل كلنا، في اليهودية والمسيحية والإسلام نفس الشيء. تدري يا جماعة، نحن أحفاد قاتل، إي والله، أحفاد مين؟ أحفاد قابيل القاتل. فايش تتوقع؟ إنه نحن تتصفى قلوبنا أو يكون في سلام في الكرة الأرضية؟ ما راح يكون في سلام، لأنه هذه كارما كتبت على البشرية، ذرات تتبعهم، طاقة كهرومغناطيسية تتمغنس. مهما رحت، مهما سافرت، مهما عبرت، مهما طورت حالك، موجود هذا الشيء. فالإنسان يوصل لحد الخبث إنه يعاير أخوه في جنسيته، في بلاده الفقيرة، أو في اسمه، أو في انتمائه، أو في شكله. في نوع من الشر قوي، جاذبية شر غير طبيعية بالبشرية، لأنه نحن أحفاد قاتل، أحفاد قاتل. الطيب مننا بيكون في بقلبه ضغينة، ولا حسد، ولا تنمر. أصلك، فصلك، جنسيتك، شكلك، انتمائك، اسمك، المهم لازم من شر. وجود الشر هذا يا شباب كارما لأحفاد القاتل. في حل واحد، بطلوا تخلفوا جهال. لازم البشرية توقف علشان توصلوا للسلام، لازم تنهوا الشر السابق. أحفاد القاتل لازم ينتهوا، أحفاد القاتل كامل، أحفاد الشر كامل. والحل الوحيد إنكم تستخدموا من على الحمل، رجال وبنات. بطلوا تخلفوا، والذي قد هم موجودين على الكرة الأرضية ما بالله دروس جمع لك زلط وعيش حياتك. أيوة، لا قدك ناوي ما حد تعرف تمسك نفسك، يا إنك تحب لك من خلف الشاشة، تريح المحوش حقك من خلف الشاشة خلاص. أو الحل الثاني إنك تستخدموا من على الحمل، بطلوا تخلفوا، إنه هذا الشر. أيوة، كذا هالكرة الأرضية تكون بدون بشر، يكون نحن آخر جيل، الجيل الذي بعدنا، يعني آخر جيل. وقفوا الجيل، حاولوا توقفوا الجيل، أحفاد القاتل. بعدين الأرض تزهر ويجوا الديناصورات، يرجعوا الديناصورات. انتهوا البشرية. هنا بتنتهي كارمة القاتل، تنتهي كارمة الشر، ويحل السلام. بعدين مدري كيف عاد يجي البشر من جديد، بس راح يوجدوا مثل ما وجدوا في البداية قبل ما يخلق القاتل، عاد يوجدوا بالنهاية. الكارما هذه راح تتبعكم لو سويتوا ما سويتوا، لو سويتوا ما سويتوا. كارمة الشر هذه ما هي ذنبكم، جير ولا جير ولا جير. ترى لما يكون في قلبك ضغينة حسد وغل وحقد
وتتعدي حتى على خطوط حمراء ما اختارها الإنسان. أنت أصلك، أنت فصلك، أنت جنسيتك، أنت شكلك، أنت كذا. المقاييس هذه ما هي بخطوط حمراء، هذه خلقها الله ما اختارها الإنسان. إذا أنت مو قادر تحترم الإنسان، احترم الذي خلقه. فهذه الكارما، كرمة الشر، ما راح تتخلص منها البشرية أبدا إلا لما توقفوا الإنجاب. أيوة، يرجعوا الديناصورات. الله. تدروا في هذه الحالة ممكن يجي بعدين إيش؟ نيزك، ممكن يجي شيء جديد في الكرة الأرضية. ننقذوا الكرة الأرضية، ننقذوها بحسيسين. أيوة عادي، لو قد يكون يعني مقومين قوي يدخلوا التانجو في بنات مليان، ما بش خلاص لا تخلفوش، لا تتناقلوش الشر، من شر إلى شر، من شر إلى شر، من أحفاد القاتل إلى أحفاد الشر، إلى أحفاد إلى أحفاد. ما راح يخلص الشر إلا لما تنتهي كارمة القاتل. الله، أنا اليوم حقي الشيخ اشتغل، هذا ما هو الشيخ. شفتوا حتى الكارما هلا عندي. خلاص يا جماعة، خلونا نعقد صفقة. خلاص، بلا خلاف، بلا جهال، بلا أطفال، بلا أي حاجة. صح إنهم حلوين حبوبين، بس يكبروا يتشرشروا، يصيروا تخلف لك سنفور غضبان، سنفور شرير، سنفور شعلة، سنفور غضبانة، سنفور حسود، سنفور مقلقل. ما في فائدة. الكارما هذه راح تتبعنا من بداية البشرية، ما راح تنتهي هذه الكارما والذرات والطاقة المغناطيسية هذه إلا لما تنتهي البشرية التي خلقت من المحوش حق القاتل. حقيقة والله. في حد قد قبلكم هذه الأفكار العبقرية؟ لا يرجعوا يخطفوني يقولون أنا أشتغل. لا مختفوا. أنتم تدروا، وقفوا تخلفوا والله، اعملوا صفقات، شربوا من على الحمل.